السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد يا جماعة. النهاردة هنتكلم على الفرق ما بين الكروس التو واي والثري واي. اللي هو التو واي اللي هو ال 223 اكس ال، والثري واي اللي هو ال 234 اكس ال، والاتنين دي بي اكس. تمام. فاحنا هنتكلم هنا مبدئيا كده يا جماعة على بعض الفروقات، وبعد كده هنتكلم على ازاي توصل الصوت على التو واي، عشان كان في ناس سألت القصة ديت بتبقى ازاي وكده. فالنهاردة هنتكلم بس على الفروقات الأول يا جماعة. نبدأ بالكروس اللي هو التو واي اللي انتوا شايفينه دوت يا جماعة. هتلاقوا فيه هنا اللي هو زرار الانبوت دوت اللي هو الدخل بتاع اللي جاي من البورد عندك او جاي من الكنترول او ايا كان المصدر الخارجي بتاع الاشارة. ده الجيم بتاعه. تمام. وهتلاقيه بادئ من هنا من اول الزيرو سالب 12 لغاية الموجب 12. تمام. اللو اوت دوت اللي هو الزرار اللي بندوس عليه بيقطع لك الترددات الاقل من 40 هرتز. كل اللي فوق ال 40 هرتز بيجيبهولك. بعد كده اللو هاي دوت التردد او الفريكوانسي او الهرتز اللي بيتقطع عليه اللو والهاي. تمام. دوت اللي بيتقطع عليه اللو والهاي. يعني احنا هنا عاملين 140 هنا، يعني يبقى 140 دوت اللو، 140 لغاية تحت هنا اللي هو ال40 دوت اللو، وفوق ال140 لغاية ال960 دوت الهاي. وده هنا اللو اوت بوت اللي هو الجين بتاع اللو اللي هو البيز بالمعنى الدارج، والهاي اوت بوت دوت بتاع الهاي الجين بتاع الهاي. تمام. والعلامة اللي هي اللي هي العلامة اللي هي الاي ان في ديت معناها اللي هي تعكس القطبية بتاعة الإشارة. بدل الموجب والسالب اللي بره اللي خارجين منها هيبقى السالب هيبقى موجب والموجب هيبقى سالب، ودي هنعمل عليها فيديو برضو عشان الناس اللي بتلعب معاهم البيزات والكلام دوت. تمام. وفي هنا دوت المونو اللي انت بتبقى شغال على مصدر واحد اللي هو نص ونص، مثلا عامل نص هايات ونص بيزات والكلام دوت. والاستيريو هنا اللي انت بتشتغل على الاتنين الخطين. هنا عندك تشانل 1 وتشانل 2 وتشانل 1 اهو. تمام. وهنا برضو هنلاقي نفس القصة هنا. طيب الاختلاف بقى ما بينه وما بين دوت، لو بصينا هنا يا جماعة، لو بصينا هنا على الفروقات هنلاقي اللي عندنا هنا عندنا الهاي، عندنا جين الهاي وجين للميد وجين لللو. وعندنا الميد هاي في هنا قطعتين، قطع ل ال ال البيز، وقطع ليه الميد او الميد هاي عشان تكمل بقية الترددات. ففي عندنا قطعتين، انما هنا في قطعة واحدة بس انتوا شايفينها ديت. تمام. والزرار بتاع الانبوت هو. يبقى احنا الاختلاف ما بين التو واي والثري واي اللي انت عندك فيه تحكمات هنا في الثري واي، اللي انت طبعا ممكن تعزل التويتر خالص لوحده يبقى شغال لوحده، والميد لوحده، والبيز لوحده. انما هنا البيز بس بيبقى شغال لوحده، والميد بيتحد مع الهاي. تمام. ونفس كل حاجة بتبقى نفس المداخل ونفس المخارج والكلام دوت. تمام. هنيجي بقى من الظهر هنشوف الظهر بتاعه مختلف ده عن ده ازاي. لو بصينا هنا على الظهر بتاع التو يا جماعة هنلاقي اللي هنا دوت الانبوت، ده كابل الاكس ال ار اللي نازل، وبعد كده دوت كابل اللو، والكابل اللي مكتوب عليه نوت يوزد دوت ده بنسميه الهاي. تمام. اللي هو ممكن يشتغل معانا عشان تبقى شغال ستيريو. يعني احنا هنشتغل ستيريو دلوقتي، هنوريكم ازاي نتوصل والكلام دوت. وهنا الزرار دوت اللو دوت ده الزرار اللي هو بتاع البيز. تمام. اللي هو المكتوب عليه نوت يوز دوت لما بندوس عليه كده دوت بيبقى ستيريو، بيبقى بيدي دفعة عندنا للبيز. تمام. وعندنا الزرار اللي هنا دوت اللي جنبيه بتاع الاستيريو والمونو. طول ما احنا سايبين الزرار دوت بره دوت كده ستيريو، نضغط عليه يبقى مونو. وده هنا الدخول بتاع المدخل التاني. وفي عندنا الزرار اللي هو اللو هاي دوت بيدي نسبة ميل عالية لما بندوس عليه
بس بيطلع بيخلي البيز عندنا جايب من اللو، يعني اللو هاي بيدي الترددات العالية في المدى الترددي المنخفض اللي هو البيز، فبيخلي البيز عندنا بيطلع فيه صوت. وده الميد عندنا لو عايزين نستخدم ميد لوحده، تمام. ودوت الهاي عندنا اللي هو بتاع الميد والهاي مع بعض. طيب احنا ازاي بنشتغل يا جماعه؟ كتير بيقولك تقسم الجنب دوت عن الجنب دوت، يعني الجنب دوت لوحده، تمام، والجنب ده لوحده، الجنب دوت بيز والجنب ده هاي. لا، انت بتنزل هنا كابلين، تنزل بكابل تاني هنا، كابل اكس ال ار هنا وهنا، وبتاخد البيز من هنا، تمام. البيز من هنا بينزل على البورات اللي عندك، وبتاخد الهاي من هنا للجنب والهاي التاني للجنب التاني دوت، تمام. والقطعات دلوقتي هوريها لكم يا جماعه. عندك الزرار اللي هو بيبقى موجود هنا دوت هنا، تمام، دوت بيبقى دايسين عليه هنا عشان دوت بيديك الدفعة كويسة في البيز عندنا، تمام. وبنخلي دوت بيبقى واخد الميد والهاي. طبعا انا بتكلم يا جماعة هنا دوت ما ينفعش يشتغل 3 واي، ما ينفعش يشتغل جنب، يعني ما ينفعش يشتغل التويتر لوحده والميد لوحده والبيز لوحده. احنا لازم يكون في كارتة داخلية عندنا عشان نقدر نشتغل على الكروس اللي انتوا شايفينه دوت، تمام. هنيجي بقى للقطعات من قدام. القطعات زي ما من قدام كده يا جماعة، يفضل ان انت تبقى على 0 دي بي في الاشارة اللي داخلة، تمام. وهنا بتبقى عندنا ال140، معنى ال140 اللي انت شغال على البيز عندك في المدى الترددي من اول 40 لغاية 140، بيبقى شغال معاك من اول 140 لغاية 960 هنا او 960 هرتز هنا، دوت بيبقى الهاي. ففي كارتة او كروس اوفر داخلي بيبقى في الهاية بيقطع المدى الترددي دوت او بيفلتره عشان جزء يطلع منه للتويتر وجزء بيطلع منه للميد. ودوت طبعا الجين هنا، ده الجين بتاع اللو او البيز دوت بنخليه برضو اللي هو على الزيرو، ونخلي الهاي هنا اللي هو التريبل بتاعنا نخليه على الزيرو برضو، تمام يا جماعة. فده التوصيل بتاعنا او ديت الظبطة بتاعتنا اللي بتبقى في اغلب الحاجات. ليه احنا بنخليها 140 هنا؟ انت ممكن لو عندك سماعة 12 بتنزل اقل من 140، انت ممكن تنزل كده اقل من 140. ليه بقى يا جماعة؟ او اغلبيتنا بيبقى ال 140 دوت. ليه؟ لان احنا عندنا هنا البيز او المدى الترددي بتاع الوفرات اللي عندنا او السماعات اللي عندنا بيبقى المدى الترددي غالبا من اول 40 لغاية 2000 هرتز، ده في السماعة ال 18 بوصة، تمام، اللي هي البيز. فانت عندك لما تبقى قاطع من هنا لل 140 فبيدي معاك بيز كويس، بيدي معاك للكالونة المدى الترددي دوت بيبقى في الاغلب عندنا لكل الناس اللي شغالة بيبقى كويس معانا، فبيبقى بيديك دفعة كويسة. زائد اللي انت بتكمل عليه من 140 لغاية 960 بتكمل عليه الهايات وانت بيبقى شغال استيريو، لان يعني انت بتنزل بكابلين من هنا، ففي مفيش بقى جنب هاي وجنب بيز والكلام دوت يا جماعة. احنا البيز من هنا بيخرج واحد بس، وبنخليه بينزل الامبليفاير بينزل بارل، تمام. والخرج التاني بتاع الميد هنا بيبقى في الهاي. احنا كنا قلنا هنا بنخليه في الميد لو احنا عايزين نشتغل، هنا بقى بنخليه في الهاي وبنخرج للامبليفاير بنخرج له يبقى نظام شغال نظام استيريو، تمام. بيبقى شغال نظام استيريو في ال الباور بتاع الهايات، ماشي يا جماعه. فدوت كان التو واي، وازاي بنسطبه او ازاي بنقسم عليه. اهم حاجه عندي اللي انت تخلي دوت زيرو وده زيرو وده زيرو، وتبقى انت معلي من الميكسر عندك على الزيرو برضو. يا جماعه احنا ليه بنقول زيرو؟ لان الزيرو ديت الاشاره الداخله وهي الخارجه، انت ولا بتعمل عليها تاثير اللي انت توطيها ولا بتعمل عليها اللي انت تعليها اكتر من المعدل بتاعها، عشان وكل ما كانت الصوت او الاشاره مظبوطه كل ما كان الصوت يطلع نقي، تمام. بس هنا بقى في الكروس اوفر دوت او اي كروس اوفر مانوال، انت بتعتمد اعتماد كلي. لو انت شغال توي اللي انت شغال بكارتة داخلية بتعتمد على الكارتة ديت بتفلتر لك الصوت، بتخلي الصوت عندك واضح، وبتقول للتويتر انت هتروح ليك المدى الترددي المعين دوت، وبتقول للميدا انت هتروح عندك المدى الترددي المعين ليكي، عشان انت بتديها مدى ترددي من اول 140
اللي انتوا شايفينه دوت لغاية 960. فكل المدى الترددي اللي انتوا شايفينه دوت يا جماعة بيخش على التويتر والميدا. فلازم تكون مظبط القصة صح، لازم تكون الكارتة اللي عندك كويسة. وطبعا ليها شروط تانية هنبقى نعمل برضه عليها فيديو. الكارتة المظبوطة بتبقى تتناسب مع الامبليفاير، وليها يعني فيديو بإذن الله هنتكلم فيه. انا حبيت بس الناس النهاردة اللي كلمتني او اللي كانت عايزة الشرح ما بين او الفرق ما بين الكروس التوي والثري واي، وازاي نوصل على الكروس التوي. انت التوي ممكن تشتغل عليه ستيريو زي ما اوريكم يا جماعه، زي ما اوريكم ورا اللي احنا بناخد الهاي. في هنا واحد اسمه جنب هنا موجود عليه او خارج موجود عليه هاي، وهنا خارج موجود عليه هاي. وهنخلي ديت طبعا العلامه ديت طبعا منوره يعني معناها ستيريو، دي بتبقى ستيريو وبتسمع الصوت مفيش اي حاجه يا جماعه. والبيزا الصوت بتاعها واضح جدا. يعني احنا هنجرب مثلا تراك صغير هنا كده. ادي البيزا يا جماعه. ادي البيزا اهو، اهو دوت ال 140 يا جماعه. زي ما انتوا سامعين كده يا جماعه اهو. تمام. ادي الهاي اهو فالموضوع سهل يا جماعه، الموضوع سهل ما نستصعبش القصه. طبعا اللي عنده التو واي شغال واللي عنده الثري واي شغال. ده الاستخدام بتاعه وده الاستخدام بتاعه، ده الامكانيات بتاعته اعلى اللي انت بتتحكم فيه المدى الترددي اللي طالع عليه البيز، والمدى الترددي اللي طالع للهاي، والمدى الترددي اللي طالع للتويتر. عكس دوت انت بتتحكم في المدى الترددي اللي طالع البيز والتريبل، بيبقى الاتنين مع بعض، الميدا والتويتر مع بعض. خلاص يا جماعه. فدوت كان فيديو سريع كده للفرق ما بين الكروس اللي هو التو واي اللي هو 223 اكس ال، والكروس اللي هو الثري واي اللي هو 234 اكس ال. ان شاء الله باذن الله بعد كده هنبقى نتكلم على الدي بي اكس. يعني احنا واخدين الدي بي اكس هنا بكل الانواع بتاعته اهو. يعني اللي ينقصنا بس اللي هو طبعا الدي بي اكس دوت اللي هو 260، هو 260 اللي هو الديجيتال. تمام. تخيلوا بقى يا جماعه ان الكروسات ديت الانالوج دي مرحله واحده بس من في الكروس الديجيتال دوت. يعني دولت الاتنين دولت اي واحد فيهم هي مرحله واحده بس في الكروس الديجيتال هنا، مرحله التقطيع. مرحله التقطيع لسه بقى مرحله الفلتره، ولسه مرحله الديلي، ولسه مرحله الايكولايزر، ولسه يعني قصه تانية. فطبعا في ناس شغاله بدوت وفي ناس شغاله بدوت وفي ناس شغاله بدوت. فاحنا قلنا بس ايه نشرح كله عشان تبقى العمليه سهله يا جماعه. الصوت يا جماعه عايز علم، عايز شويه مبادئ. لو احنا فهمناها هنشتغل زي الفل، مفيش حاجه وحشه. احنا بس ايه الفكره كلها اللي انت لازم يكون تعرف تسوق الحاجه ديت. لازم تعرف تسوق الحاجه ديت، لازم عشان تطلع احسن كفاءه واحسن كواليتي منها. ماشي يا جماعه. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله باذن الله في فيديوهات تانية تخص المجال
لكل الناس بإذن الله، عشان ما يبقاش فيه حد يقابله أي مشكلة. إن شاء الله بإذن الله الفيديوهات دي تبقى موجودة في القناة. مستني الدعم بتاعكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.